فحملت النوطة، حملت الأغنية وطرت بها على القاهرة. هذا الحكي في سنة 90. رحت على القاهرة، كان معي كنت بالشقة عند صديقي عبد الله رويشد، فاتصلنا في الأستاذ حماد النادي، فاجى تعرفت على صاحب فرقة، أي قائد فرقة كان يقود الفرقة العربية وأيضا عازف كمان. فقلت له أنا أريد فرقة كبيرة، فرقة كبيرة جدا حتى تسجل أغنيتي. فهو ابتسم، يعني إنه شاب إجا وعنده يحكي معه إنه عنده أغنية طولها ساعة، يعني ما أعرف. خصوصا في التسعينات بداية الأغنية الشبابية ومرحلة الموجة الجديدة. بالضبط. فعد ما سمعته على العود يعني كثير 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 تونست، كثير انبسط. فجاب لي أحلى فرقة، طبعا فرقة الماسية. أيوة. ودخلنا بالاستديو 46 في الإذاعة والتلفزيون، فأخذت معانا الأغنية مع يعني طبعا أحلى العازفين إجوا، لأن الأغنية طويلة جدا، فأخذت بس الكمانجات ظلوا بروفات وعد ما كملوها الأغنية. فكانوا كلهم بيعزفوا، ومن الاستوديو بينداروا علي، أنا كنت بالكنترول يعملوا لي